السلام عليكم، شلونكم يا عيال؟ كيف اموركم؟ عساكم بخير. شلونكم مع التحديث؟ ايش رايكم بالتحديث؟ عجبكم ولا ما عجبكم؟ ادري بعضكم متقروش دخلنا فيديو هنا يعني بيشوف يحصل له يعني يدور لحل المشكله اللي حصلتم معه في اللعبه. فاقول لك من الحين لا تشيل هم. مشاكل حاصله في اللعبه الحين كلها ما هي من عندك ولا هي من جهازك ولا يعني من السوق ولا هي من الماركه حقتك. فهذه كلها مشاكل ما هي من عندك انت، هذه مشاكل كلها من اللعبه بنفسها. فلا بد انها تسوي صيانه للخوادم حقت اللعبة وتعدل عليها وتصلحها، لأن معروف يعني احنا صراحة يعني تعودنا على الشيء هذا. كل ما سوت الشركة تحديث جديد فلا بد أن تكون في مشاكل في اللعبة، وبعد لازم يسوون صيانة عشان يعدلون على المشاكل هذه. فكثير منكم تحصل مشاكل في اللعبة، منها تعلق اللعبة، وبعضهم يطرد من اللعبة، وبعضهم ما تشتغل معاه، وبعضهم تكون الشاشة سوداء، وبعضهم يضغط على البيت يطلع من اللعبة مباشرة، وبعضهم يعني يجلس في اللعبة تقريبا 10 ثواني ويطلعه، وبعضهم شوت بدون حتى ما ينبهه، وبعضهم لما يكتب في الشات رسالة ما تروح، وبعضهم يعني يكتب إذا كتب رسالة يطلع من اللعبة يعني، وبعضهم يحتاج النت عنده يعني اللعبة تحتاج شبكة قوية. فأقول لك من الحين يعني هذه مشاكل عادية وكلها لازم تصريح، ومن الشركة بنفسها لازم تعدي على الخوادم. فأنا بعد من ضمنكم عندي نفس المشاكل هذه، فهذه حلها عند الشركة بنفسها. عشان كذا أنا صورت الفيديو هذا خليتها هجمات وما تكلمت عن تحديث وما دخلت في قريتي إلى الآن. يعني صراحة ما أدري صار عليها، فكما دخلت اللعبة نتفني وشاتني الله كريم. فعليك بس انك تنتظر لين الشركة تسوي صيانة، لأنك قلت بنبهك بس عشان ما تفرمت جهازك او تحذف اللعبة وتروح عليك قريتك. يعني اي مشكلة ثانية ما بغاك تسويها عشان ما تحصل لك وتقروش نفسك وتروح عليك قريتك. فعليك بس انك تنتظر لما الشركة تسوي صيانة. فانا تواصلت مع الشركة لحل المشاكل هذه، وصراحة ما ادري هم ردوا علي ولا ما ردوا علي، يعني اصلا اللعبة ما ادري صار لها ما دخلت. ف يعني بما اني ما اقدر ادخل قريتي الحين، بنتظر لين الشركة تسوي صيانة، او ممكن يعني تتعدل الاوضاع هذه مع الوقت. اي واحد عنده مشكلة في اللعبة حصلت معه تعليق او طرد او اي حاجة اكتبها في التعليقات بس عشان يواسي غيره، يعني مثلي انا بعد عشان تواسيني. او يعني اذا في احد يعني عنده مشكلة مثل هذه وحلها وعرف حلها، يشوف التعليقات تحت ويكتب ويرد عليهم ويحاول يساعد اغلب الناس اللي يقدر عليهم. وان شاء الله حتى انا بعد اذا حصلت حلول راح اكتبها لكم في التعليقات وراح اساعد اغلبكم. فاقول تشيل هم ولا تقلق. بما اني ما اقدر ادخل قريتي الحين، أبى لكم تصاميم أو بجمع لكم تصاميم من اليوتيوب لحفظ الموارد التنون ليفل 8 و9 و10. بحاول أجمع لكم أغلب التصاميم هذه وبنزلها لكم مباشرة، ممكن بعد الفيديو هذا أو ممكن بعد بنص ساعة. فعليك بس يعني من يعني فاضيين ما نقدر نسوي شيء الحين في القرية ولا نقدر ندخل اللعبة، نبي نستغل الوقت ونستثمره، ناخذ من المرة الثانية وناخذ تصاميم وننزلها لكم. وابي اقول لكم يا عيال اعذرونا على القصور اللي صار في الفترة الماضية من ناحية التحديث. اني اتأخر اني انزل مقتطفات التحديث، واحيانا يجيبك يعني ما اجيبك الزبدة كاملة، وهذا شيء ما حصل. صراحة اكثر الاشياء اللي انا نزلتها الفيديوهات كلها جبتك الزبدة كاملة، ما انت محتاج اي فيديو ثاني عشان تعرف مقتطفات التحديث. فراح احط لك تحت مقتطفات التحديث كاملة، عليك انك تشوفها اذا انت بتشوفها، واذا ما تبي تشوفها لا تشوفها، الموضوع يرجع لك انت. عاد هنا بس كنت بسولف معاكم بس وبدردش، بما اني يعني فاضي اللعب ما اقدر ادخلها ولا اقدر. الله كريم. طيب هنا في نهاية الفيديو باقي 10 ثواني، كان معكم اخوكم عزوز، وفي امان الرحمن.